مش شرط اي حاجة تبقي عايزة تجدديها في البيت تجيبي صنايعي مخصوص ليها، والله انتي تقدري بنفسك تعملي كل حاجة. وانا بحب الموضوع ده في نقطة ان هو بينجز معانا في الوقت. اي حاجة بنحتاج فيها صنايعي بتاخد معانا وقت دايما. فانا النهاردة زي ما انتوا شايفين كده هجدد شوية حاجات في الغرفة بتاعة النوم بتاعتي، وهعملها كلها بايدي وكلها هصورها معاكم. اول حاجة انا محتاجة ان انا اشيل البراويز دي، فانا هشيلها. وانا علشان اشيلها هنعمل حاجات كده مع بعض. والكومود عندي عايزين نشيل الاستيكر الخشبي اللي عليه ده، وبرده هنعمله مع بعض. اول حاجة انا هشيل بقى كل البراويز دي مع بعض، وهتشوفوا الجريمة دلوقتي. بصوا بعد ما شلتهم الحيطة كانت متقشرة بسبب ان انا كنت لازقاهم بكمية شمع كبيرة جدا، فكان لازم وانا بشيلهم هيبوظ لي الحيطة. انا شلتهم كده، وبعد كده هنشوف بقى هنعمل بيهم افكار حلوة قوي الحاجات دي. ودي مجموعة الطبلوهات الجديدة اللي انا متحمسة لها، اللي انا جايباها، اللي المفروض ان انا هعلقها فوق السرير. اول بقى حاجة محتاجين نعملها دلوقتي هي ايه؟ ان احنا نحضر بقى العدة بتاعتنا كده، ونشوف احنا هنداري الجريمة اللي احنا عاملينها دي ازاي. على فكرة انا كنت دهنة الحيطة فانيليا لاتيه، انا اللي كنت عاملاها، كنت عاملة الأوضة كلها وبعد كده رجعت تاني عملتها ابيض، فانا مش اول مرة ادهن بنفسي. بصوا هنا كنت بوريكم شكل الطبلوهات الجديدة اللي انا جايباها، هتبقى بجد حلوة قوي وانا متحمسة لها. بس احنا محتاجين بقى نداري كل الكلام ده، لان احنا هنقيد نفسنا ان احنا نعمل الطبلوهات دي بشكل معين عشان نداري بيها الكلام ده. لا، فانا قلت عشان ما ايدش نفسي واعمل بيهم تنسيق حلو وابقى بمزاجي كده ان انا اصلح الحيطة دي. فهنجيب المعجون وهنبدأ ان احنا نمعجن الحتت اللي متقشرة معانا، اللي باينة فيها القطع اللي هي الرمادي دي، مش عارفة ده بيبقى اسمه ايه. وكمان الدهان اللي كان تحت، يعني كل ده هحتاج ان انا امعجنه. همعجن وهسيبها تنشف، وعلى ما تنشف هنبدأ بقى نشيل الجريمة اللي على الكومود بقى. كمان هشيل بقى الاستيكر ده. وعايزة اقول لكم يعني اوحش حاجة ممكن تعمليها في حياتك انك تلزقي الاستيكر على الخشب. انا كنت بلزقه على الازاز فكان بيتشال معايا، وكمان كنت بغسله فكان بيسهل عليا. اما فكرة ان انا الزقه على الخشب ده بجد فكرة بشعة جدا. انا دلوقتي ما بقيتش اعمل كده اصلا، انا بقيت اجيب الاستيكر واحطه زي ما هو من غير ما اشيله، واقوم حاطه الازاز فوقيه. فدي بجد فكرة حلوة قوي. هقعد بقى اكحت كده. انا كده كده الكومود اصلا هدهنه، وانا اللي هدهنه بنفسي، وهنشوف مع بعض ان شاء الله. هنزل لكم الفيديو. هبدا بقى اشيل الاستيكر ده كله، هو تعبني على فكره وانا بشيله. وانا ما شلتهوش كله على فكره معاكم في الكاميرا، يعني في جزء كبير قوي شيلته اوف كاميرا. هبدأ بقى اشيل كله 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 كده، وبعد كده بقى هنرجع نشوف الحيطة. والله كل حاجة هتتعامل معاكي بكل سهولة، وكفاية ان انت اللي هتبقي عاملاها بايدك ومش